بالهنا والشفا. واتمنى وصفة الرز المعمر مع صينية الكوسة مع اللحمة المحمرة تعجبكم، واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم لحمة رز معمر وصينية كوسة. اللحمه في ميه سخنه، بروح مصفياها وبعدين برجع احط اللحمه تاني في الحله من غير ما اضيف لها بقى اي حاجه. بشوحها شويه في الحله كده مع التوابل اللي هي الورق اللوري، الحبهان، البصل، الطماطم المتقطعه قطع ديت. وبعد ما اشوحها تشويحه كويسه، كل مره بضيف للحمه لازم اضيف لها ميه مغليه، وهي في لحد ما تكمل سواها للاخر اهي. ودي حله الميه المغليه بتبقى عندي كده على البوتاجاز. طول ما اللحمه بتستوي بزود منها. دي بالنسبه للحمه المسلوقه، دي طريقتها. انا هنا معايا صينيه، حطيت فيها حوالي بصلايه كبيره ومعلقتين سمنه او زبده او اي ماده دهنيه انت حابه تستخدميها، ومعاها معلقتين زيت. هضيف للبصله ديت الكوسه. انا قطعت الكوسه بالشكل دوت. بجيب الكوسه بغسلها وبعد كده بقشرها كده بشرشره، بسكينه مشرشره بالشكل دوت. لو ما عندكش سكينه مشرشره بتقشريها باي طريقه انت حباها. ومعايا كمان جزرتين اهوت برضو بقطعهم قطع صغيره كده. معايا هنا معلقه توم كبيره، مكعب مرقه. هضيف التوم على البصله واشوحها شويه. والثوم الاخضر دلوقتي متوفر في الاسواق، ممكن نجيبه وننضفه وبعد كده بنعمله في الكبه. ويبقى عندك ثوم مهروس بتحطيه في الفريزر وتطلعيه عند الاستخدام، بيوفر معاكي وقت ومجهود. لو حابه تشوفي فيديو تفريز الثوم انا عاملاه عندي على القناه، هتكتبي تفريز الثوم الاخضر هتلاقيه، هتشوفي الطريقه. دلوقتي الكوسه والجزر هضيف معاها مكعب المرقه واشوحهم شويه. هضيف توابل، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، والملح حسب المذاق. الكوسه اتشوحت معايا هنا. ده نص كيلو طماطم انا عملته بالمبشره كده بالشكل ده. الطريقه دي بتدينا كوسه بتكون طعمها حلو وخفيف. اضيف الشوربه اللي هسوي بيها الكوسه، هغطيها واسيبها لحد ما تستوي نص سوا، وبعد كده احطها في الفرن على الصاجه. احطها شويه على الصاجه يعني لحد ما تتشرب السوائل اللي فيها، وبعد كده احطها على الرف الوسطاني عشان تاخد لون معايا وتكمل تسويتها. هعمل الرز المعمر. جبت كميه من الرز وغسلتها، وجبت صينيه وهحط فيها الرز. ده شكل الرز في الصينيه. انا هعلمك طريقه تعملي بيها الرز، بتكون طريقه سهله وفي نفس الوقت بتديكي رز معمر مظبوط جدا. كل كوبايه رز هنضيف لها كوبايه ونص سوائل. ده حاجه اساسيه في طريقه الرز المعمر عشان تديكي رز معمر يكون مظبوط جدا ويكون مستوي كويس جدا، ما يكونش معاكي ناشف او طري. كل كوبايه رز بضيف لها معلقه ملح. كل كوبايه رز برضو هنضيف لها حوالي معلقه زبده كبيره، يعني قطعه زبده بتكون كده بالشكل ده. لو عندك قشطه ممكن تضيفيها. لو احنا قلنا كوبايه الرز بنضيف لها كوبايه ونص سوائل. بنضيف كوبايه لبن، نفس كوبايه الرز اللي احنا بنعاير بيها، نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الرز هنعاير بيها السوائل. كوبايه لبن، والنص التاني هيكون ميه. نص كوبايه ميه، والميه او اللبن بيكونوا سخنين يعني بتبقى غلياهم عشان يسهلوا معاكي تسويه الرز. ده الشكل بعد ما ضفت السوائل وبقلبه كويس عشان الملح يدوب معايا. بكون مشغله الفرن على اعلى درجه عشان اسخنه، وبعد كده بطفي الفرن واشغل الشوايه عشان الرز ياخد معايا وش، وبعد كده بطفي الشوايه. اول ما الرز ياخد معايا الوش بطفي الشوايه واشغل الفرن تاني على اعلى درجه عشان اسوي الرز. صينيه الرز المعمر اهي بعد ما خلصت معايا، وصينيه الكوسه، ودي اللحمه بعد ما استوت انا حمرتها بالشكل دوت. بالهنا والشفا. واتمنى وصفه الرز المعمر مع صينيه الكوسه مع اللحمه المحمره تعجبكم، واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وكل سنه وانتم طيبين.